آخر ما كتب. حصة أسبوعية تعنى بجديد الكتابة الأدبية في الجزائر. آخر ما كتب، صوتنا الأدبي في العالم. آخر ما كتب نافذة يطل من خلالها عليكم إعدادا وتقديما الشاعر بوزيد حرزلة. في الإخراج هشام سعيدي. آخر ما كتب عبر أثير إذاعة الجزائر الدولية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات في كافة أصقاع المعمورة، أصدقاء الشعر والإبداع، عشاق الكلام الجميل الراقي، مرحبا بكم معنا في برنامجكم آخر ما كتب. هذه النافذة التي تطلون من خلالها على جديد الكتابة الشعرية في الجزائر. أهلا بكم في هذا العدد رفقة الشاعر الجزائري محمد البشير عياش. الشاعر محمد البشير عياش من مواليد عام 1984 بمدينة الدوسن بولاية بسكرة، وبها زاول مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، لينتقل بعدها إلى مدينة المسيلة، أين درس في معهد اللغة العربية وآدابها متخرجا بشهادة الليسانس. شارك الشاعر في العديد من الأمسيات الشعرية والمهرجانات الثقافية، ونشر العديد من قصائده في الجرائد والمجلات الإلكترونية. الشاعر محمد عياش يكتب قصيدة النثر والقصيدة العمودية، ولما سألته عن قصيدة التفعيلة قال لي إنني لم أجرب ذلك. شارك شاعرنا في مسابقة علي معاشي هذه السنة بمخطوط شعري نتمنى أن ينال نصيبه من النجاح. يقول محمد عياش: أن تكتب يعني أنك أمسكت بخيط الوهم والحلم الذي يلون الواقع بألوان الطيف. أن تكتب فباستطاعتك التحليق دون جناحين. أن تكتب فقد أعدت إلى ذاتك توازنها. أن تكتب فأنت موجود. القصيدة هي الملاذ الصعب والأشهى. القصيدة حاضرة أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، إليكم آخر ما كتب الشاعر بعنوان الياسمينة. نون، ميلاد النور في حقول الرماد، امتداد الأشعة داخل الكهف القديم، نون النبيذ الأزلي وما تقوله الآلهة. هي الساكنة في خبايا الروح، أفتش لا أرى إلا ظلك، همسك الخافتة الخافتة الخافتة، ياه تشرقين في وهج وأغرب بين أمواجك. أرفع الجمر أبتهل، ينطفئ الماء وأشتعل، أغرف وجهك الطاهر في وضاءته أغتسل، تقربي إليك، تمسكي منك، معتكف فيك، أوشم قدك بالعشق وزنابق الوله أنا
مهزوم، والأمي الذي لا يفقه إلا اسمك الأبدي. هزائمي فيك شهية، طعمها عيناك، بسمتك البرتقالية ارتشاف الصبح في شفتيك. قامتك البحر وعمر السفينة الورقية يا نشوتي بالغرق. إذا جاءت سقط اليوم على يدي من جناح الريح مخضوضر الزبد. إذا جاءت ورحت عن رشدي، وإن غابت سقط اليوم على يدي. يا أيتها البحرية المانحة حقولها للدهشة، الوردة السابحة في ضوء السنين، الظاهرة من المقدس، ككل الذين لم تنفخ أرواحهم قبل وبعد، هي التي لا تعبق ولا تكتب. تقرأ تركيبة الحرف في صمت اليقين، هواء الكلام وأزياء العبارة، كشمس داخل الروح تصغي لترانيم الرغبة. أنت الياسمينة وأنا المولع بروح الياسمين، الهارب من الفردوس إلى جنة الدنيا لأنك الوحيدة. لقاؤنا اليوم لن يتعدى اللحظة، موغلة في الانتشاء، هاربة في المعنى، وتشدني الكلمات انظريني إليك. قولي أنت وافضحي الصمت على شفاهي، تترجمين ما يختلج داخلي وأنا لا أفقه موسيقى الحرف. لك الوفرة ولي الظمأ لما تيسر، ولك الفاتحة، لك الرحيق اليتيم وللولع لي الاحتراق، ولك البداية، لك البيت ولي أنت. ومن القصائد العمودية للشاعر انتقيت لكم أيها الأصدقاء، أيتها الصديقات، قصيدته فراشة الحب. إن غابت الروح وقد تنفع الصور، مهما تغيب لها في خافقي أثر. يسيل من ظمأ والعمر صابئتي تطفي حرائقه، والماء يستعر فيرتمي العطر ألوانا بأجنحتي، حتى ما تنشرح الليلات والسمر. ويحبل الصبح من أذيال أرصفتي، فيولد النور أنى رامه النظر، تنبو على خسف الأيام أغنيتي، تنزاح آلهة للتيه تندثر، وينجلي الكون أبوابا لرغبتنا، يشدو الغمام وينمو القمح والمطر. القلب أسكبه أنساق ساقية ترمي جدائلها، كالريح
فلتنتشروا، هاتوا كؤوس المدى، قد بات يشربنا في ساحة العشق يا أحباب. نختمر، لا يرتوي الوجد إلا فاكذ كرز، رشف لما شغفا يذرو ولا يذر. لا زلت أرتسم المجهول أعبره، إليك فاتنتي لا ينتهي السفر. فراشتي قارئات الكف تسألني يا جدول البوح هل من ذكرها خبر. يتيمة الحسن ما مقياس ساحرتي، لا الشمس تدركها كلا ولا القمر. فراشتي اسكبي نبراس قافيتي، تعانق الحب في عينيك والقدر مدي عيوني. مدي عيوني ببعض الحسن أنثره لسدة المنتهى، والحسن ينتسر لا يسلم الطرف إن تجفو كريمته، كلا ولا تورق الأهداب والبصر. نجلاء يا وطنا وسدته كبدي، تساقطي مطرا يندى له الحجر. شمس الغروب على صدري تهدهدني، أيان تهمي تجلى البان والثمر. أنى تغني تزين اللحن نبرتها، يا من يذوب على أنغامك الوتر. فراشة الحب زيدي من مسرتنا، هذه شريعتنا ولتشهد العصر. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أملي أنكم استمتعتم بقصائد الشاعر محمد البشير عياش التي تنضح عاطفة وسحرا وخيالا مجنحا. ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم آخر ما كتب. إلى اللقاء.